تعملي ايه يا قطه انت وهي لو لقيتي جوزك يوم الفرح بيظبط واحده تانية وبيشقطها؟ هتقولوا لي يوم الفرح؟ ايوه يوم الفرح، ده التطور الجديد للرجاله. راجل ما عتقش حتى يوم فرحه وظبط واحده من المعازيم، ويا ريتها جت على كده. اسمعوا من الاول. واحده بعتة بتقول لي انا كنت مخطوبه زي اي بنت، كان عندي 23 سنه، كنت مخطوبه لواحد محترم ومتربي وملوش في اي حاجه، لا ليه في البنات ولا في المعاكسات، ولو يمكن بنت سلمت عليه بالايد هو اللي يقول لها لا. بيني وبينكم اتضايقت وحسيت ايه بقى؟ ايه المنظر ده؟ انا عايزه راجل كده يبقى البنات هتتجنن عليه، البنات هتموت عليه، وانا افضل اغير واحس احساس الغيره. اصل انا ما بحبش الحياه التقليديه. لما من الخطوبه حياتنا هتبقى روتينيه، امال بعد الجواز هتبقى عامله ازاي؟ المهم اني قعدت افكر واقول ان الجواز هيبقى مره واحده في العمر، ولازم تاخدي راجل يبقى كل الناس بتحسدك عليه، يبقى هو الناس كلها عينيها منه والبنات كلها عينيها عليه، لكن هو ميزك واختارك انت لوحدك. وده اللي حصل. فسخت الخطوبه فورا من خطيب الاولاني. امي تقول لي يا بنتي ده راجل محترم، بابا يقول لي يا بنتي ده العيبه ما بتطلعش من بقه. هقول لهم انا مش عايزه كده، انا ايه اللي يغصبني على راجل خام ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض، لما بيمسك ايدي وشه كله بيجيب عرق. انا عايزه حد مدردح، حد يعرف يتكلم معايا، حد افضل افتش في موبايله وافضل اقول له بعتت لك ليه وبعت لمين ومين اللي عملت لك لايك على صفحتك ومين اللي عملت لك على الصوره الفلانيه. انا عايزه كده شعوطه الحب، هو ده اللي بيخلي الحياه تكمل وتعيش وتبقى احلى واحلى واحلى. لكن حياه هاديه وبارده مع راجل بارد ما يلزمنيش، يفتح الله. وفعلا صممت لحد ما فسخت الخطوبة، وربنا بعد كده رزقني بجوزي اللي موجود معايا دلوقتي. عرفته عن طريق ناس اصحابي، كان زي ما تقولوا كده مقطع السمكة وديلها. من اول لقاء بينا مع اصحابي حسيت ان هو ده، انا عايزة ده مش عايزة غير ده. فلقيت نفسي بفكر ازاي اخليه ياخد باله مني، والحقيقة ان هو خد باله مني من غير ما اعمل اي مجهود، ومش مني انا بس، مني ومن كام واحدة كمان من الشلة. لكن انا قررت ان اكون انا المميزة، وانا اللي استحوذ عليه وما خلوش ولا يبص لا يمين ولا شمال. يهزر اهزر، يضحك اضحك، طلب رقم اديته الرقم وابتدينا نتكلم. شهر 2 3 العلاقة بقت قوية جدا، بقينا نتقابل ونخرج وبقينا نكبر دماغنا خالص من الشلة اللي بنتقابل معاها. وكل ما يجي يقول لي ايه رأيك نتصل بيهم، اقول له لا انا عايزة اكون انا وانت لوحدينا. المهم مرة في التانية في التالتة مسك ايدي وخلافه واعترف لي انه بيحبني، وانا كمان قلت له اني بحبه وبموت فيه من اول لحظة شفته فيها، وقلت له اني بغير عليه من فلانة وعلانة وانه كان عينه عليهم. لكن هو قال لي لا طبعا، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انا ما شفتش غيرك من اول لحظة. وابتدى زن الستات بقى، هتيجي تخطبني امتى؟ هتيجي تخطبني امتى؟ انا ما ينفعش ان انت ما تخطبنيش، بابا بيسألني انا رايحة فين، ده في عريس جاي لي، والكلام الكتير بتاع البنات. ومن كتر زني قال لي خلاص حددي لي ميعاد مع ابوكي. كان يوم المنى، يوم الهنا، كنت حاسه اني ماسكه السما بايديا، كنت فرحانه فرحه عيله عندها 16 سنه، كنت فرحانه وهموت من الفرحه. خلاص هو ده الراجل اللي انا بتمناه. جان طول بعرض، بيلبس حلو جدا، ريحه البرفيوم بتاعه بتقلب الدنيا. انا هعوز ايه تاني؟ اوعى تفتكروني بنت هايفه، لا والله، ده كان باشمهندس قد الدنيا وبيشتغل كمان في شركه بترول، يعني اظن عريس لقطه وما يترفتش. المهم انه فعلا جه قعد مع ابويا وامي، كان تنك قوي قوي قوي، وكل ما بابا يطلب طلب يقول له معلش يا عمي، معلش يا عمي قلل علينا شويه، الدنيا ما بقتش سهله اليومين دول. وبابا طبعا عشان عارف ان انا هموت عليه عمال يفوت ويعدي يفوت ويعدي، لحد ما قرر انه مش هيكتب في القايمه غير الحاجات اللي هيجيبها بس. وهنا كانت واقفه من بابا، قال له انت عمال تشتري وتبيع فينا كده ليه؟ من امتى القايمه بيتكتب فيها الحاجات اللي العريس بيجيبها بس؟ القايمه هيتكتب فيها كل حاجه دخلت الشقه، وكمان الشبكه اللي انت هتجيبها. كانت المفاجاه ان قال له شبكه؟ هو في حد بيجيب شبكه الايام دي يا عمي؟ قال له انا بنتي مش اقل من حد وهيجي لها شبكه، مش هقول لك قد ايه بس دي هديه منك وكل واحد بيجيب قيمته. لقيته اتعصب واتنرفز واتزربن وقال لي شبكه ايه؟ قلت له انت ربنا فاتحها عليك، ليه بتعمل معايا كده؟ قال لي لا انا ما يلزمنيش الجوازه دي.
طبعا انا كان معايا قرشين محوشاهم من ورا بابا وماما، وكمان كان معايا حتتين دهب بعتهم من غير ما يعرفوا، ورحت اديته الفلوس وقلت له ارجوك مشي الجوازه وجيب لي الشبكه عشان خاطر انا عايزه اكون معاك، انا بحبك وشارياك. وهو قال لي مفيش مشكله، طالما عرفتي تتصرفي يبقى شرياني وعايزاني. وفعلا عملت اللي انا عايزاه وبعت الذهب وجاب لي الشبكه. واخيرا جه يوم الفرح، الفرح اللي كنت هموت عليه، الفرح اللي كنت مستنياه بفارغ الصبر. عملت المستحيل عشان اللحظه دي تيجي، كان قلبي هيقف، كنت مستنيه لما يشوفني في الفريست لوك. واول ما شافني ما اداش الانطباع اللي انا كنت مستنياه، لا حضني ولا شالني ولا عمل زي العرسان بتاع اليومين دول. لكن قلت يا بنت عدي، الحمد لله ان ربنا جمعكم وجت ليله العمر اللي انت مستنياها. واول ما جه الفرح ودخلنا بقى وابتدينا نفرح ونرقص وسط المعازيم، دخلت واحده تحل من على حبل المشنقه، شعر اسود طويل وجسمها ممشوق ولابسه تحفه وعينين ملونه وحاجه كده ملهاش حل. المهم انا ما كنتش عارفه دي تبع مين، بس من اول ما دخلت وكل الناس عينها عليها، كله عمال يبص لها، حتى هو بيبص لها بطريقه مش طبيعيه. وطيته وقلت له هي دي مين؟ هي تقرب لكم؟ انت تعرفها؟ قال لي تقريبا دي واحده من اصحاب اختي. قلت له واحده من اصحاب اختك عاديه يعني ما فيهاش اي حاجه، هو انت بتبص قوي كده ليه؟ قال لي انا بصيت؟ انا ما بصيتش ولا حاجه. وابتديت اراقب عينيه اللي ما نزلتش من عليها، عينيه اللي طول الوقت جايبها من اول جزمتها لحد شعرها. حتى الناس كلها لاحظت اول ما تقف ترقص يدخل هو الدايره ويعمل ان هو بيرقص، وفجاه يبقى قدامها ويرقص معاها، وانا شده من الببيونه واقول له اقف ارقص معايا، انا مراتك وده فرحنا. وبرضه مش عايزه اركز، مش انا كنت عايزه الواد اللي مقطع السمكه وديلها اشرب بقى. وقلت يا بنت ساعتين الفرح هيعدوا وهتروحي ومش هيبقى ليكي غيره ولا هو ليه غيرك، وساعتها الباب هيتقفل وهتعيشي اول يوم في قصه حب ملهاش حل. وروحت والباب اتقفل. ما انكرش انه كان لطيف ورومانسي، ما انكرش انه كان بيعرف يقول كلام حلو ودوبني في كلامه الحلو. كنت حاسه ان انا طايره من على الارض ونسيت خالص اللي حصل، بس اتخانقت خناقه صغننه كده ما قعدتش ربع ساعه. وقلت له انت بتبص عليها ليه؟ ايه اللي فيها حلو يعني؟ ما كانت قدامك، طالما كانت صاحبه اختك ما خطبتهاش هي ليه؟ قال لي غبي. قلت له انت بتقولي انك غبي؟ يعني لو رجع بيك الزمن هتخطبها هي وهتسيبني انا؟ ده انا عملت عشانك، ده انا بحبك، ده انا اشتريتك، ده انا بعت ذهبي عشان اشرفك قدام اهلي. قال لي خلاص انت دلوقتي مراتي وحبيبتي ودينا ببيتنا، ومش عايزين بقى نكد وشغل الستات النكديه من اولها. حسيت اني لازم اظبط نفسي وما نكدش عليه، اصل لو نكدت عليه ممكن يلوف على واحده غيري. وابتدينا نعيش مع بعض وعشنا اجمل اسبوع في حياتنا. كنت حاسه ان انا في الجنه، ما كنتش عايزه حد يجي يزورنا. لما امي كانت بتتكلم تقول لي انا جايه لك يا حبيبتي انا وحد من قرايبنا عشان يبارك لي، كنت ببقى عايزه اقول لها ما تجيش يا ماما، سيبينا عايشين في الجنه اللي احنا عايشينها. وبعد اول اسبوع قلت له ما تيجي نروح اي مكان نغير جو ويبقى زي اي عرسان نعمل شهر عسل. قال لي بس انت عارفه ان المواضيع دي بتكلف، وعشان نروح اي مكان 3-4 ايام مش اقل من 20-30 الف جنيه. قلت له طب ما ده الطبيعي، ايه المشكله يعني؟ ما تدفع يا حبيبي عشان نروح شهر عسل، ده انا بقول لك 3-4 ايام مش شهر. قال لي لا انا مش معايا ادفع كل الفلوس، قلبي نفسك كده وشوفي النقطه اللي انت لمتيها ونروح على طول. اديته النقطه كلها وكانت 10,800 جنيه، وهو كمل وسافرنا 3-4 ايام. كنت هموت من السعاده. ما انكرش انه كان بيجيله تليفونات كتير ورسائل كتير، وكتير كنت بلاقيه بيرغي في التليفون، لكن انا ما كنتش عايزه ابقى نكديه ولا كرهه فيا من اولها. كنت بعمل اني مش واخده بالي وبقول يا بنت اصبري واستحملي، هو ده الراجل اللي يستاهل انك تصبري عشانه، ومع الوقت هتبتدي تعالجي الامور ومش هيبقى شايف غيرك. وفعلا خلصوا 3-4 ايام واحنا راجعين في الطريق قلت له ان ماما وحشاني قوي، هتجنن على ماما، بقالي كتير ما شفتهاش. قال لي طيب ايه المشكله يعني؟ قلت له ممكن تخليني اروح لها؟ قال لي مفيش مشكله. قلت له طب ما تيجي معايا؟ ايه المشكله لما تيجي معايا؟ بالله عليك تعالى معايا، ده هيفرحوا بينا قوي لو رحنا لهم وعملنا لهم مفاجاه وهم ما يعرفوش ان احنا راجعين من السفر النهارده. رد وقال لي
لا اجي معاكي فين؟ انا تعبان ومش شايف قدامي، انا هموت واروح انام. انا ما عنديش مشكله، روحي واقعدي معاها وقضي اليوم كله. قلت له انت للدرجه دي مستغني عني؟ عايزني كمان اروح اقضي اليوم عند ماما؟ لا يا حبيبي، انا اخر ساعه وهجيلك، اصل ما اقدرش ابعد عنك اكتر من كده. نزلني عند اقرب حته توصلني لماما. اول ما نزلت كلمت ماما في التليفون وقلت لها يا ماما يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني، انا رجعت من السفر وكلها ربع ساعه تقريبا وابقى عندك. حبيبي وجوزي نزلني في اقرب مكان، يا دوبك مواصله واحده وهكون قدامك. لقيت ماما قالت لي تيجي فين يا حبيبتي؟ هو انت عايزه الناس في المنطقه يتكلموا علينا؟ ده انت لسه ما كملتيش اسبوعين متجوزه. الحمد لله انك قلتي لي وما عملتهاش مفاجاه، وكمان جايه من غير جوزك، عايزه كل الشارع يقول ان انت من اولها زعلانه وجايه عندي. لا يا حبيبتي، دي مش اصول ابدا. قلت لها انا مش فاهمه الكلام ده يا ماما، انا كل هدفي ان انا اجي اشوفك انت وبابا واخواتي، انتوا وحشتوني قوي. قالت لي يا حبيبتي طالما رجعتي بالسلامه ارجعي على بيتك، وانا باذن الله ساعه او 2 بالكتير واكون قدامك. لكن يا بنتي ما ينفعش تيجي، 1000 مين هيتكلم، وانت عارفه الناس في شارعنا كلهم واخدين بالهم من دبه النمله. قلت لها اللي تشوفيه يا امي. وفعلا وقفت اول تاكس عشان ارجع على بيتي. ويا ريتني ما رجعت، يا ريتني ما رجعت، يا ريتني ما رجعت. كنت فاكره ان انا هروح هفتح باب الشقه الاقي جوزي نايم زي ما كان بيقول ميت وخلصان ومش قادر ومش شايف قدامه. لكن البيه لقيته واقف في مدخل العماره مع ست الهانم الصاروخ اللي حضرت الفرح، اللي كان عينيها تطق عليها وكان مش قادر ينزل عينه من عليها. اتاري البيه طلب من اخته رقمها، وطلب الرقم في نفس يوم فرحي. تخيلوا جبروته، طلب الرقم في نفس يوم الفرح بالليل. واخته ما كدبتش خبر. اولا اهله ما كانوش بيحبوني وكانوا مستقطرينه عليا وشايفين ان هو ياه ده يستاهل واحده احسن مني بكتير، وكانوا شايفين ان انا اللي جريت وراه وانا اللي وقعته في الجوازه وكنت بحلله اي مشكله بتواجهه، فما كانوش بيطقوني. فاخته ما اتاخرتش واديته الرقم، وهو اول ما عرف ان انا رايحه لامي كان فرحان قوي ومبسوط، وعشان كده عايزني اقضي اليوم كله عندها. واتاريهم بيتكلموا من واحنا في الاسبوع الاول من الجواز، وكمان من واحنا في ال3 4 ايام بتوع شهر العسل، بيتكلموا بقوا يضحكوا ويهزروا. وهو اللي كلمها وقال لها انه قرب على البيت وعايز يشوفها وهيتجنن عليها، وانزلي باي طريقه انا هتجنن، ده انا قطعت شهر العسل مخصوص عشان اجي اشوفك. والهانم ما كانتش ساكنه بعيد لان احنا اصلا ساكنين جنب امه، والبنت قريبه من امه جدا. ولبست واتشيكت ونزلت عشان تقابله، والاتنين كانوا واقفين في مدخل العمارة. ويا عالم لو كنت اتأخرت اكتر من كده كان ايه اللي حصل. اكيد كان قال لها مراتي مش فوق، تعالي اطلعي ارتاحي معايا شوية، تعالي انا عايزة احكي لك، ده انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. وكلامه المعسول اللي انا عارفاه اللي بيدوخ اي بنت وبيجيبها على ملا وشها. صوت ورقعت بالصوت اول ما شفتهم في المدخل، وقلت له ايه اللي بيحصل ده. لقيته ارتبك وقال لي ايه اللي رجعك؟ انت مش قلتي رايحه لامك؟ قلت له هو ده موضوعك؟ هو دي القصه؟ انت ما كنتش عايز نرجع طبعا. دلوقتي انت زمانك دلوقتي بتقول يا ريتها ما رجعت. ايه اللي جابها هنا وايه اللي موقفها معاك؟ اتلخبط وهي اتلخبطت وقالت لي ابدا انا كنت معديه بالصدفه ولقيته واقف، وقعدت تقول اي كلام وانا الكلام ده ما يخلش عليا. واول ما طلعنا فوق لقيت صوته بقى كده انت احرجتيني، انت قللت الذوق، كان يوم اسود يوم ما اتجوزتك، انا اصلا ما كنتش عايزك، انت اللي كنت بتجري ورايا، انت اللي وقعتيني، انت اللي حلتيلي المشاكل، يا ريتني عاندت معاكي ولا رضيت انك تبيعي دهبك ولا زفت عشان اجيب لك شبكه، انا ما كنتش عايزه اكمل معاكي اصلا، انا غبي اني اتجوزتك. وقال لي كلام يوجع قوي، يوجع بمعنى الكلمه. ومفيش ساعه ولقيت الباب بيخبط امي واخواتي. طبعا ما كانش ينفع ابين اي حاجه، مسحت دموعي وعملت ان انا زي الفل، لكن هو بجبروته رفض انه يطلع يقابلهم. بقيت ادخل اقول له عشان خاطري وغلاوه ربنا عندك اطلع قابلهم، ما تكسفنيش اكتر من كده، احنا لسه عرسان جداد، اهلي هيقولوا عليا ايه. لكن عاند معايا ومرضاش وقال لي مش هطلع اقابل حد، انا ولا بطيئك ولا بطيئهم. وفعلا صمم، وانا اتحججت وقلت عشان احنا راجعين من السفر، هو تعبان ومهدود ونايم. وطبعا هم عدوا الموقف لانهم عارفين ان انا بكذب، وكانوا بيسمعوني لما بدخل وبتكلم معاه جوه في الاوضه.
دلوقتي انا فات على جوازي تقريبا شهرين من بعد الواقعة دي، وهو مش همه اي حاجة، بيتكلم كتير جدا في التليفون، ودلوقتي ما بقاش فارق معاه، ولما اجي اكلمه يعلي صوته ويقول لي ان كان عاجبك هو ده اللي عندي. انا بحب الصنف الحريمي. انتي متجوزاني وعارفاني، وانتي عارفة كويس اني ضعيف قدام الجنس الناعم، فما تقعديش تصدعيني وتقرفيني، واعملي حسابك خلفة انا مش هخلف دلوقتي، اقل حاجة 2 3 سنين عشان تطلبي مني خلفة. فاهمة ولا مش فاهمة؟ عشان كده انا بعت اقولك قوليلي اعمل ايه، افضل مكمله معاه عشان انا بحبه ومش قادره استغنى عنه، ويمكن الايام تغيره، او يمكن لما اخلف يتغير. عشان كده قوليلي اخلف فعلا واخد الخطوه واسيبني منه، ويمكن بعد ما اخلف يتغير ويبقى كويس، ولا من دلوقتي الم هدومي واروح على بيت امي ونخرج من بعض زي ما دخلنا، حتى لو الناس هتتكلم عليا. قوليلي اتصرف ازاي واعمل ايه. اللي حكيته لكم ده جزء صغير من حاجات كتير هي قالتها، ومواقف كتير هي عملتها عشان تتجوزوا. كان هدفها الاول والاخير هو، ولا بقى فكرت في كرامتها ولا شكلها ولا وضعها ولا اي حاجه، هي فعلا كانت بتجري وراه. وفي بنات كتير دلوقتي بقت تجري هم ورا الشباب، زي الاموره اللي معانا النهارده. صراحه انا مستغربه ان انتي لسه فاهمه ان اللي زي جوزك ده هيتغير بعيل او 2. اللي زي جوزك ده يا حبيبتي مهما حاولتي تسكني الموقف مسيرك هتبقي في محاكم الاسره. اسمعي مني، مش هضحك عليكي، اللي زيه عمره ما هيتعدل، واللي زيه عمره ما هيتغير. ويتعدل ليه اذا كان هو اصلا مش شايف ان عنده مشكله؟ ويتعدل ليه اذا كان انت كنت حابه الصنف ده، كنت حابه اللي يفضل ممرمطك وملففك وراه وبيعرف فلانه وعلانه، وتفضلي ماسكه التليفون وتقفشيه وهو بيخونك وتقولي له لا وازاي تبصي لواحده غيري؟ مش انت كنت حابه كده؟ اشربي. مش مفروض انت ده اللي كنت بتدوري عليه؟ مش انت سبتي المحترم المتربي عشان اللافف والداير؟ سبحان الله. بتشتكي ليه دلوقتي؟ اوعي تفتكري ان اللي زي ده علاجه الخلفه. بالعكس، الخلفه هتأيدك انت وهتبهدلك انت، وانت اللي هتشيلي العيال، وانت اللي هتصرفي عليهم، وانت اللي هتتجرجري في المحاكم عشان تثبتي مفردات مرتبه وبيقبض كام عشان تقدري تاخدي النفقه اللي تناسب عيالك، ويا ريتك هتعرفي توصلي لها. ده غير انه اكيد هيفضل يحور ويظبط الدنيا ويعمل ان هو مديون وعليه اقساط وان مفردات المرتب مش حقيقيه، ويعمل كل حاجه تخطر على بالك عشان يخلع بس من فكره انه يدفع لك النفقه. انت اللي عملتي كل ده، انت اللي رخصتي نفسك من البدايه. هتكملي في حياه مزيفه مش هينوبك اي شيء غير ان انت هترجعي نفس الطريق اللي انت مشيتيه، بس ممكن بعد شويه سنه 2 سنين لنفس النقطه. اللي انت هتعمليه دلوقتي هو اللي هتعمليه بعد 1 2 3 سنين، بس الفرق ان انت دلوقتي بطولك، بعد 1 2 3 سنين ممكن يبقى في بيبي او 2، او انت برضو ممكن تبقي ماشيه ربطيه بالعيال عشان العيال تهدوا، بس اللي زي ده مش هيتهد. نفسي انت اللي تتهدي وتفكري في نفسك، فكري في كرامتك اللي ابوك يحاول يصونها لك، لكن انت للاسف ما كنتش عايزه حد يصونها لك، كنت مستمتعه قوي وانت بتمرمغيها تحت رجله عشان تاخدي الواد الجاني اللي مقطع السمكه وديلها. بجد بستغرب قوي اصناف البنات دول. انتوا ايه؟ انتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي ربنا عميكم قوي كده وشيطانكم مسلط عليكم نفسكم قوي كده؟ يعني ايه فكره ان انا اتجوز راجل بيعرف كل يوم بنت؟ طب ده مش عاتق من يوم الفرح؟ من يوم الفرح بيظبط؟ يا سبحان الله، من يوم الفرح. طب يعني كان يستنى لما تقدموا شويه، على الاقل تبقي بهتي في عينه كده، او يبقى بيتحجج بروتين الحياه الممل وبيقول اصلا انا ما كنتش قادر ومخنوق. من يوم الفرح بعد 3 ايام شهر عسل ترجعي تلاقيه واقف مع السنيوره في مدخل العماره. ايه اللي بيحصل ده؟ ومش بعيد دلوقتي يكون بيقول لها ياه لو قابلتك من زمان كانت حياتي اتغيرت، يا ريتني قابلتك قبل ما اقابلها، يا ريتني عرفتك قبل ما اعرفها. للاسف انتي هنتي نفسك قوي وقللتي من كرامتك قوي، ويا اما تلحقي او تنقذي ما يمكن انقاذه وتاخدي موقف وتبعدي حتى لو وصل الامر للطلاق، وانتي اللي هتكوني كسبانه، وقبل ما يبقى في اطفال يدفعوا فاتوره اللي انتي عملتيه.
يا اما هتفضلي طول عمرك عبده ذليله، ما عندكيش كرامه، بيخونك. والمراحل هتتطور، دلوقتي بيتكلم التليفون من وراكي بقى يتكلم قدامك، شويه ممكن يجيب اللي بيخونهم البيت ويقولك ان كان عاجبك، هو انا معرفك اني بحب الجنس الناعم. وساعتها مش هتقدري تتكلمي ولا تفتحي بقك، ولما تيجي تفتحي بقك هيقولولك عيشي عشان عيالك. انت دلوقتي بقت مسؤوليتك كبيره، فانتي لسه قرارك في ايديكي. هترجعي مطلقه، ام محمد وام سيد وام عباس هيتكلموا عليكي لما ترجعي ويقولوا يا حرام دي ما كملتش، ايه اللي حصل، واكيد العيب فيها. بس سيبك من ام محمد وام سيد وام عباس، فكري في اللي جاي مع راجل مش عايز يصرف عليكي وبياخد الفلوس اساسا منك. يعني انتوا لسه على البر، خد منك النقطه اللي الناس اديتها لك والمجاملات عشان يخليكي تروحي تقضي شهر عسل، خد منك ذهبك عشان قدام ابوكي تجيبي شبكه وهو ما بيجيبش شبكه. فاللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ ومش بس كده، ده بيشقط وبيخونك من اول يوم. فوقي فوقي عشان انتي داخله على سواد، وربنا يسترها عليكي وعلى اللي زيك. ويا ريت البنات تتعظ وتدور على البني ادم اللي بيخاف ربنا، اللي يتقي ربنا فيها، اللي يوم ما يحبها يكرمها، ولو كرهها مش هيهنها، مش اللي مقطع السمكه وديلها. هو ده مقياسكم يا بنات؟ هو ده دلوقتي اللي بتدوروا عليه؟ الولد المحترم اللي بيخاف ربنا اللي ما بيحبش يسلم بالايد بقى وحش وكخه وسابته عشان تروح للي مقطع السمكه وديلها، اللي اول ما بيشوف البنت بيجيبها من طرف رجليها لحد شعرها. هو ده المقياس؟ ربنا يهديكم ويهدينا يا رب العالمين. ده رأيي، وهي أكيد مستنية رأيكم. بحبكم وتحياتي ليكم. مروة عزام.